بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أم إسلام معاكم في مطبخ أم سمسم. تعالوا نعمل مع بعض الفطير المشلتت القمر ده. بصوا الجمال، بصوا الفطير الخطير ده. بصوا أنا أوريكم أحلى فطير هتعمليه بطريقة توريق خطيرة وجديدة، يعني جميلة جدا، هتعجبك قوي وسهلة جدا. مش محتاجة إن أنت تبقي معلمة فيه ولا أي حاجة، أنت هتبقي معلمة ولو أول مرة هتعمليه بأحلى طريقة. بصوا الورق بتاعه قد إيه مورق وقد إيه خطير وجميل قوي. بصوا وطري ومربرب وتحفة جدا. بصوا عامل إزاي، بصوا الجمال. بصوا بصي حاجه جميله قوي. بصوا جميل ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ده شكله، حبيت اوريكي. بصوا الجمال. بصوا يا جماعه، والله تحفه، كان خطير 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 بكل معنى. بصوا مفيش بعد كده جمال اهو. ولا تقولي بقى بره بقى ولا هشتري من بره، لا 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 لا. انت هتجيبي كيلو دقيق هيعملك 4 فطيرات، يعني الكيلو هيعملك 4 فطيرات اللي انت شايفاها دي واحده منهم. بصوا الجمال ازاي. بصوا قد ايه رقيق وجميل جدا. تعالي بقى انا اقول لك عملنا الجميل والقمر ده ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تعالي بقى انا اقول لك هنعمله ازاي بكل سهوله. بصي مفيش اسهل من كده. طبعا لو جديده معايا اول مره تشوفوني، يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. لو بس عجبك الفيديو بتاعي ولو 1%. ده دقيق، اعملي الكميه اللي تعجبك، يعني اعملي اللي انت عايزاه. تمام كده. ده دي انا كل اللي انا حطيته حبه ملح وميه دافيه، بعجن بميه دافيه، يعني رشه ملح حوالي نص معلقه من الملح ورشه ميه. الدقيق ده زيرو يا جماعه، رشه ملح اسفه وميه دافيه بعجن بيها. تمام كده. انت طبعا هتعجني على الناشف وملوكي العجينه جدا، لان كل ما ملكتيها كل ما اديتك النتيجه الخطيره اللي انت عايزاها. لازم العجين تملكيه، لازم تديه حقه ربع ساعه كده وانت بتملكي فيه. تمام. انا ما حطيتش للعجينه دي ازود من حبه ملح، وبعجن بميه دافيه يا دي يا جماعه، يعني بعجن بميه دافيه. تمام كده. طبعا انا الفطير ده كنت عاملاه عند حماتي، هي اللي طلبته طبعا، وانا ما اقدرش ارفض لها طلب. اكيد طبعا ام الغالي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. املكي بقى العجينه على قد ما تقدري، املكي على قد ما تقدري. بصي اهم حاجه ان انت تطلعي كل همك في العجين بتاع الفطير ده، لانك انت كل ما عجنتيه كل ما كان يعني النتيجه كانت احسن. تمام كده. الكيلو الدقيق هيعمل لك 4 فطيرات. انا كنت عاملاهم دول كانوا حوالي 2 كيلو ونص من الدقيق، هم كده بالبركه. بس انا بقول لك يعني ان الكيلو هيعمل لك 4 فطيرات لو هم صغيرين زي اللي انت شفتيها معايا في اول فيديو. اما لو انت عايزه الفطيره كبيره وعندك صينيه كبيره ليها، هتعملي الكيلو كله فطيره واحده، وهقول لك هتعمليها برضو ازاي. تمام. طبعا هنا املكي العجين قوي قوي زي ما انت شايفه. املكي العجينه على قد ما تقدري، مهم قوي ان انت تملكي العجينه قوي. طبعا بعد ما هتملكيها هتغطيها وتسيبيها حوالي نص ساعه. تمام كده. بعد نص ساعه تشيلي العجينه كده، هتلاقي العجينه بقت جميله ومطمط كده زي اللي بان معاكي. ده الاوامر اللي انا عايزاها. تمام كده. طبعا هنا بقى هبدا بقى ان انا زي ما انت شايفه، بصي بتمط ازاي. دلوقتي هبدا ان انا اعمل ايه بقى. هقطع العجينه بقى بتاعتي على قد كور صغيره. قد ايه بقى الكوره؟ يعني قد البرتقانيه كده الصغيره، يعني مش برتقانيه كبيره، قد البرتقانيه الصغيره كده اللي هي البرتقانه السكري. تمام. هنقطعه بقى كده كله. هجيب صينيه وهدهن الصينيه دي زيت. وهمسك بقى اقطعه كله زي ما انت شايفه كده قطع صغيره كده كده. طبعا هقطع كل الكميه عشان ما اطولش عليك الفيديو. هقطع بس كام واحده معاكي كده عشان اوريكي انا عملت ايه بالظبط. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وهم وانت تحطي كل واحده جنب التانيه كده زي ما انت شايفه. هقطعها كلها. حاولي ان انت تخلي الكور كلها متساويه، يعني تبقى قد بعضها. تمام. وهقول لك برده دلوقتي احنا هنعمل ايه بعد ما اقطع كل الكميه معاكي. طبعا لو جديده معايا مشكوره تشترك في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا هنا هقطع بقى كل الفطير معايا. هعمله كده. بصوا يا حبايب قلبي، الثلاث كروت من دول انا عملتهم فطيره. لو انت عايزه تعملي فطيره كبيره، لا زودي. يعني ايه زودي؟ يعني اعملي مثلا الفطيره 5 كده. هقول لك ازاي. ده كده بقى انا سيبته بقى حوالي نص ساعه تاني. بعد ما عملته كده سيبته حوالي نص، بس غطيته بالزيت وغطيته بالمشمع زي ما انت شايفه، بكيس طبعا زي ما انت شايفه. هنا طبعا الطبليه بتاعتي ومعايا زبده انا مسيحاها دافيه. تقدري تستخدمي اي نوع سمنه مش مشكله، بس انا يعني الزبده بيفرق بامانه. هنا طبعا انا هحط بقى العجينه واحط تحتها سمن كويس زبده، والزبده بتكون دافيه معايا، مسوياها ودافيه، يعني سايحه ودافيه. افردي بقى زي ما انت شايفه كده. حاولي ان انت بقى ما تخليش صوابعك تنغز جوه العجينه، وافردي ببطن ايدك الاول. بططي بايديك وبعدين افردي ببطن ايديك زي ما انت شايفاني كده وانا بعمل معاكي. هتلاقيه اتفرد معاكي بكل سهوله، والله هتبقي معلمه فيه. المهم ان انت بتسيبي العجينه لازم ترتاح، يعني بعد ما هتقرصيها تعمليها قطع صغيره كده على قد البرتقانيه، هتسيبيها ترتاح حوالي نص ساعه كمان. يعني هتريحيها في الحله نص ساعه، وهتقطعيها وتسيبيها برده نص ساعه تاني.
لازم العجينه بتاعتك ترتاح. لو جيتي تفرديها وما شدتش معاكي كده، اعرفي ان انت ما ريحتيش العجينه كويس. كل ما ارتاحت كل ما فردت معاكي بكل سهوله زي ما انت شايفه كده، وكانت جميله جميله جدا. طبعا هنا بس طبعا بحط سمنه وبطبق بقى دي الفطيره الاولانيه، بحط سمنه في كل مكان. يعني كل ما اطبق حته بحط سمنه. هركنها وهجيب واحده تانية زي ما انتوا شايفين، هفردها برضو معاكي. حاولي ان انت برضو افردي بطن ايديكي، ما تخليش صوابعك يعني عشان ما تعلمش فيها. ولو انت لابسه خاتم او دبله او اي حاجه اقلعيها لانها هتقطعها منك. وحتى لو اتقطع منك مفيش اي مشاكل. طبعا بصوا قد ايه رقيقه، بصوا الطبليه باينه من تحت، الخشب بتاع الطبليه باين من تحت. هفرد طبعا زي ما انت شايفه كده، وبعد ما افردها هحط زبده من اللي انا بقولك مسيحاها دي. تمام كده. طبعا هنا طبعا هفردها جامد زي ما انت شايفه، بتتفرد بكل سهوله، مفيش احسن من كده، بتتفرد بكل سهوله. بصوا بصوا الجمال. هنا طبعا بعد ما اتفردت كده هعمل ايه بقى؟ هجيب انا بقى الفطيره اللي انا طبقتها، خليكي مركزه معايا، وهحطها في قلب دي. وهحط برضو لازم احط سمنه بين كل واحده والتانيه، لازم بحط زبده من اللي انا عاملاها. هحطها في الوسط وهطبق عليها الفطيره اللي انا فردتها. تمام كده. بين كل طبقه والطبقه حطي زبده، عفصي ايديكي. انا مش بقولك حطي كتير، لا، بس عفصي ايديكي وحطيها، عفصي ايديكي وحطيها. تمام حبيبتي. وكمان لحد كده دي الفطيره التانية هركنها بقى كده، وهجيب واحده تالتة. ركزي معايا، الفطيره هنا انا هعملها 3 ورقات، يعني 3 فطيرات. لو انت حباها تبقى كبيره او عندك صينيه، انا ما عنديش صينيه كبيره، لو عندي صينيه كبيره كنت عملت لك المشلتت الكبير اللي هو الكيلو، هتعمل فطيره معاكي على طول. طبعا هنا الكيلو هنا معايا عمل 4 بالطريقه دي. هنا هفرد طبعا الفطيره التالتة دي التالتة. تمام. هفردها برضو لحد ما زي ما انت شايفه كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصوا قد ايه رقيقه، بصوا قد ايه جميله، وبتفرد معايا بكل سهوله، ما غلبتنيش خالص ولا اتقطعت ولا فطيره منهم اتقطعت. طبعا هنا لما اتفردت للاخر كده زي ما انت شايفه، هحط برضو سمنه كده، وهجيب الاتنين اللي انا طبقتهم في قلب بعض، وهحطها برضو في الوسط زي ما انت شايفه، وهعفص ايديا برضو بالسمنه، وهطبق عليها كده. دي تالت فطيره كده، الفطيره بتاعتي كملت بقت واحده. تمام كده. هلمها. طبعا هجيب صينيه، هحط فيها حبه من الزبده، وهحط الفطيره دي بس هقلبها، يعني الوش ده هيكون تحت، فاهماني؟ هقلبها وهركنها بقى كده. وهفرد معاكي واحده كمان عشان اوريكي قد ايه هو سهل، ومفيش واحده حتى اتقطعت معايا. وبكل سهوله هتبقي استاذه في الفطير من غير ما تكوني، يعني انت لو اول مره. انا اقسم بالله كان قاعد جنبي بنتي كانت بتفرده، وسلايفي 2 كانوا بيفردوا، كنا 4 على الطبليه دي، وكلهم اول مره يمدوا ايديهم في الفطير، وكلهم عملوه بكل جمال. يعني كلهم عملوه وعملوه بالظبط زي ما فيش واحده الفطيره اتقطعت منها ولا واحده، وكانوا اول مره يمدوا ايديهم في الفطير. تمام. فجربي الطريقه دي والله هتعجبك قوي. زي ما انت شايفه انا بفرد دي اول واحده برضو اهي، كملها للاخر وهطبقها. وطبعا بنتي كانت بتفرد جنبي، اللي هي ايديها كانت باينه جنب مني بالظبط، وسلفتي كانت جنب مني الجنب التاني، وبنتي كانت جنب التاني برضو، بنتي التانية. وكلهم بيفردوا ما شاء الله يعني، وكان سهل جدا، وحاجه كانت جميله جميله جدا. طبعا هنا اتفردت برضو. المهم ان انت تعفصي ايدك بالزبده عشان الفطيره تبقى جميله معاكي كده وما تغلبكيش. طبعا انا طبقت الطبقه دي، ولقيت بنتي معاها فطيره جاهزه، رحت حطها وكملت عليها، مفيش اي مشاكل. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كده انا كملت الفطيره التانية اسفه. طبعا هعمل واحده كمان عشان اكمل معاكي الفطيره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني كل واحده هفردها 3، دي التالتة هفردها اهو عشان اكمل معاكي الفطيره التانية. تمام. لو جديده معايا مشكوره تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس. هنا هفردها عشان تبقى دي 3 فطيره. وكده هنروح بقى على هنا، مش هنسوي على طول، احنا هنسيبها بعد ما نفرد اللي هنفردها هنركنها على جنب. هنركنها على جنب لحد ما نعمل حوالي 5 6 فطيرات كده معايا، او كميه حلوه. ممكن نخلص كل الكميه معايا بس، ومش هولع الفرن الا لما اخلص كل الفطير لو انا هعمل كيلو. وبعد كده بقى هقولك هنعمل ايه. طبعا هنا تقريبا احنا كده خلصنا الفطير. هنا زي ما انت شايفه السمنه هتلاقيه جمد، لان احنا كده سيبناه يمكن حوالي نص ساعه قبل ما خلصنا كل الفطير. هتفردي بقى اللي انت عملتيها من الاول خالص، لان لازم ترتاح في الصينيه، لو ما ارتاحتش مش هتتفرد. يعني لو جيتي تفرديها ولقيتيها ما اتفردتش معاكي، اعرفي ان هي كده ما ارتاحتش، محتاجه ترتاح. تمام. فهنا طبعا انا فردتها، فردت معايا بكل سهوله. هنا انا كنت مولعه الفرن سخن طبعا على نار متوسطه مش عاليه. الفرن بتاع الخبيز بتاعنا هنعمل فيه ده فرن حماتي، واحنا اصلا كنا عند حماتي يا جماعه. زي ما انتم شايفين طبعا فردت اهي معايا بكل سهوله، مفيش اي كلام، كده جميل جدا مفيش اي كلام. لا حطينا قشطه ولا حطينا اي حاجه، لو عندك قشطه حطي على الوش، ما عندكيش مفيش اي مشاكل. دي سلفتي بتعمل معايا برضه اهو، اول مره والله كانت تمد ايدها في الفطير، بس عملت معايا وكان جميل. وما شاء الله كانها يعني متعلمه من زمان، مع انها اول مره تشتغل معايا النهارده. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
هنا طبعا نولع الفرن، اللي هفردها كده هدخلها الفرن على طول معاكي. لو جديده معايا اول مره تشوفيني، يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا زي ما انتم شايفين كده تمام. هنا الفرن بتاعي كان سخن خلاص، هدخل بقى اللي تتفرد معايا دي على طول، هدخلها الفرن معايا. تمام. احنا كنا عاملين كميه حلوه، بس انا ما حبيتش اطول عليك الفيديو، انا جبت لك كام واحده بس كده على الماشي. هنا طبعا انا ولعت الفرن ودخلت الصواني زي ما انتم شايفين حبايبي. بصوا الجمال، يا دوب لسه مدخلاهم على النار زي ما انتم شايفين، النار مش عاليه، النار متوسطه. تمام كده. بصوا ما شاء الله بدأ يقب اهو. بصوا بصوا ما شاء الله، بصوا عامل ازاي. اقسم بالله كان حاجه خيال، كان جميل جميل جدا. طبعا زي ما انتم شايفين انا كنت هنا بقى، هم كانوا عايزين يحطوا يعني ايه، يحطوا له سكر او كده. هنا بصوا اللون كده تمام. كنا عاقدين له سيرب خفيف، يعني سيرب خفيف اللي هو ايه بقى، كوبايه ونص من الميه، وافس في كوبايه ونص من السكر على كوبايتين من الميه، دوب غلوا غلوتين كده ورحت منزلاهم. بعد ما الفطيره كانت بتطلع كده كنا بنحط عليها حبه سيرب خفيف خالص، يعني احنا مش بنسقيها جامد، لا حبه خفيف خالص، هم حابينها كده عايزينها كده. اما لو انت مش عايزاها كده، عايزاها من غير سكر، فانت خرجيها بس تاخد تتهوى وحطيها على بعضيها، حطي واحده على واحده بس سيبيها تهدى الاول. لما تحطي واحده على واحده هي هترجع طريه من نفسها من غير اي كلام. بس هما كانوا حابين يحطوا لها حبه سكر. تمام. زي ما انتم شايفين هنا سلفتي اهي، ده شكله هنا. بصوا اهو بتحط عليه عسل بسيط كده اللي هو السيرب زي ما انتم شايفين. بصوا رايق ازاي. بصوا الجمال، انت تشوفيه كده عامل كانك ماسكه مشبك في ايديك. بصوا الجمال، كان رقيق وكان خطير خطير، وهو كده لسه سخن مقرمش وتحفه. ولما سيبناه بقى هوريكي بقى، لما سيبته بقى ساعه وبرد وهدي معايا هوريكي شكله بقى عامل ازاي. هنا طبعا زي ما انتم شايفين بحط بقى هنا دي سلفتي اللي بتحط عسل او سيرب خفيف خالص. بتحط يعني لكل واحده حوالي معلقتين كده صغيرين، نص كبشه كده. هم حابينه كده، حابينه يبقى فيه نسبه سكر شويه، يعني فاهمين انتوا قصدي ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنا طبعا ده كده شكله بعد ما انا روحت بقى الفطرتين اللي انا خدتهم، قلت اوريكي بقى بعد ما برد بقى عامل ازاي. ده شكله، انا جبت فطرتين معايا من عند حماتي. ده شكله طبعا. بصوا حابه اوريكي بقى بعد ما برد، انا حطيتهم بقى على بعضهم بعد ما بردوا، حطيتهم على بعضهم لما هديوا وجبتهم. وده شكله. بصوا بقى الجمال. بصوا اقسم بالله كان خيال خيال خيال. يلا بقى لازم تجربوا الطريقه دي، اللي فات الطريقه دي فاتوا كتير كتير قوي. يلا جربي الطريقه، ولو عجبك الفيديو بتاعي ولو حتى 1%، اشتركي في قناتي وفعلي زر الجرس وما تنسانيش في اللايك. بصوا بصوا والله من كتر جماله انا مش قادره اسيبه من ايدي. جميل جدا جدا جدا. طبعا زي ما انتم شايفين الفطيره دي على فكره انا ما كنتش حاطه لها اللي هو السيرب دي، ما كانتش هي، لان انا ما حبيتش احط اصلا عسل، او ما حبيتش احط السيرب بتاعه. حبيتها يعني ساده، لان احنا بنحب ناكل بجبنه، ناكل بمش، بنحبها بالحاجات دي. فما حبيتش ان انا احط لها، يعني دي مش مسقيه، دي ما فيهاش شربات اصلا. بصوا كانت جميله ازاي. يلا لو ما اشتركتش في قناتي بسرعه انزلي اشتركي يلا. لو عجبك الفيديو بتاعي ولو 1%، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.